وهسه كملناها الباكة مالتنا بهذا الجو البارد اليوم. شوفوا شلون، انا اراويكم شلون المستوى مالتها. شوفوا شلون مستوي، صايرة مثل الحلقوم يعني، بحيث يعني حتى ممرودة مرد. شوفوا شلون، شوفوا. وهذا المخلل مالتنا احنا مسوي. وسهمكم العافية، ونقولكم هسه لا تنسون الاشتراك واللايك. في امان الله وحفظه، مع الف سلامة. صباح الخير بنات، شلونكم؟ مشتاقة لكم، عساكم بصحة وعافية. اليوم عندنا طبخ الباكة، راح نطبخها بأبسط طريقة ونخليها تستوي مثل الحلقوم تماما، يعني مثل الحلقوم. هسه أنا هاي غاسلتها ومفرزتها يعني من مدة عندي بالمجمدة. راح أبدي هسه أطبخها. قبل كل شي هاي هسه راح أخليها على النار وأخلي وياها بصل وأعوفها، يعني هيك فد 10 دقايق. أبدي أبزل المي حتى ما تظل بيها ريحة أو زفر. أبزل مية هو والبصل، والدور بن جديد هم أخلي له بصل وأبدي هم أحمس بيه وأطبخه. تابعوا الطريقة. هسه شوفوا البنات، هسه أنا خليت هذا البصل. راح أعوفه بدون دهن طبعا. راح أنص النار وأعوفه لحد ما يعني هي تموع، وأبدي أحمسها بالبصل وأذب لها مي شوية، يعني مي شوية. أسلقها 10 دقايق وأبزله. يعني أنا هذا يعني حكيت لكم حتى يعني اختصار للفيديو بدون ما يعني أطول عليك. هسه راح أخليها بعد 10 دقايق وأخليها المي. هسه راح بنات راح أسلقها سلقة أولى مثل ما قلت لكم. هذا مي حار، أهم شي يكون مي حار، مو تخلوا له مي بارد. المي البارد راح يخليها ما تستوي أبد. راح أسلقها سلقة أولى وأبزله هذا المي حتى تروح شكو زفرة زنيتشة مثل ما يقولون. كلها تنضاف، وأعلى عليها النار تنضاف حتى تروح كل ريحة، يعني هاي اللي مو حلوة بيها. بنات ما قلت لكم اهم شيء التنظيف مالتها تكسروها على شكل اجزاء، يعني مو راس كامل او تقسموه بالنص. تكسروها على شكل اجزاء وتنظفون كل الاجزاء اللي بيها من دم من شغلات، يعني هاي شغلات مخاطية تتنظف. هسه هذا الفورة اللي خليتها أول سلقة مثل ما يقولون، هاي راح ينزل لنا شكو زفرة شكو شغلات يعني متعلق بيها. بس أنا منظفتها حوالي 4 مرات جوا مي جاري، مي بارد، أهم شي مي بارد. نظفتها 4 مرات. وهاي هسه السلقة هم راح تنظفها بعد أكثر وتوخر الزفر. راح أعوفها فد 10 دقايق وأرجع أبزله المي. وانا خليته بهذا القدر اللفافون، يعني عندي ضغط بس اخاف شويه من عنده ما مجربته. هسه بنات مثل ما تشوفون بزلنا المي اللي خليناه بزلناه كله وخرناه، وخرنا الزفره اللي يصير يعني بالباكه. هسه ايش راح نسوي؟ راح نضيف في البدايه يعني قبل التوابل. عندنا هنا بصل، وعندنا هنا ثوم. وراح نبدي نحمسهم يعني حمس يعني خفيف، لانه احنا مخرين زفرتين. هذا طبعا بدون دهن بنات، بدون دهن. هاي سويتها على الطريقة البغدادية. طبعا قسم هن من بعد ما حمسناها حمس زين مثل ما تشوفون، حمسناها حمس زين. هسه ايش راح نسوي؟ راح نضيف المي الحار، يعني كل شغلنا احنا بالمي الحار. خلينا تفوري قبل من انتي تحمسين بالباكة انت عندك مي حار، حتى لو مو فاير يعني، بس هيك تحرري. المهم حتى الباكة ما تخرب او تعص عندك. ونهائيا اثناء الطبخ ما تضيفين الملح نهائيا، لان الملح يجزرها. قريب ما تيجي تستوي تضيفين الملح.
هسه هذا المي قليل، راح اضيف له بعد اني مي، يعني اخليه يغطي هالباكة تمام. بس راح همينه اخلي له مي وارجع وياكم. هسه غطيناها تمام، شوفوا غطيناها مثل ما تشوفون، لازم كلها تتغطى حتى تستوي. هسه شنو عندنا راح نذيب هاي التوابل. عندنا بهارات، وعندنا ليمون دوزي، وعندنا كركم، وعندنا لومي بصرة وفلفل حار، هذا طبعا اختياري انا حابه اخليه، وعندنا ليمون يوخر بقية الزفرة راح نديرهم. بهارات قليلة راح اخليه مو هواية، اقصد العفو اقصد الكركم مو هواية، حتى تبقى تشريبتها يعني مو كلش صفرة. هسه هاي خليت طبعا خاشوقة حديد حتى تستوي، يعني هاي طريقتنا احنا متعودين عليها، نخلي خاشوقة حديد حتى تستوي. راح هسه هاي فارت، راح اخليها بعد فد نص ساعة تفور، وابدي انصيها، يعني حوالي تاخذ لها العفو تاخذ لها ساعة ونص الى ساعتين وتستوي. هسه هاي بعد فد هيجي فد نص ساعة وابدي اسويها. هسه بنات شوفوا، يعني هسه هي استوت تقريبا، صار لها ساعة على النار، استوت تقريبا. ضفت لها الملح وراح اعوفها بعد همينة ساعة، بس انصيها النار حتى يعني كلها تستوي، ما يبقى شي بيها باقي، يعني كل يستوي. هسه انا حبيت اختياري، يعني اختياري اذا تحبون. انا عندي هذا الحمص انا مفرسته، يعني سالكته ومفرسته لوقت الحاجة، راح اخليه وياه. وراح اخلي هذا عندي خل ابيض، راح اخليه حتى على حساب الزفر، حتى يعني اضمن ماكو بعد بي ريحه. هاي رشه، تردين تخلين اذا عندك خلط تفاح عادي. هسه شنو من بعد ما قلت لكم خليت لها الملح وخليت هاي، راح اخليها ساعه على نار هادئه، واضمن يعني تستوي كلش بعد ما يبقى بيها يعني فد شيء قوي. وهسه كملناها الباكة مالتنا بهذا الجو البارد اليوم. شوفوا شلون، خلنا اراويكم شلون المستوي مالتها. شوفوا شلون مستوي، صايرة مثل الحلقوم، يعني بحيث يعني حتى ممرودة مرد. شوفوا شلون، شوفوا. وهذا المخلل مالتنا احنا مسوي. وسهمكم العافية، ونقولكم هسه لا تنسون الاشتراك واللايك. في امان الله وحفظه، مع الف سلامة.